قبل ما ابدا، ده هيكون ملخص اول حلقتين من مسلسل اسطوري بروس لي. لينك باقي الحلقات هيكون موجود في شرح الفيديو والتعليق المثبت. وبدون كلام كتير يلا نبدا. الحكايه بتبدا مع لي هوي. لي بدا ينادي على ابنه بروس عشان يروح المدرسه، وهنا بروس لي ظهر وهو لابس بدله راقصين لان عنده مسابقه كبيره. بروس لي سلم على والدته واخواته وقال انه هيكسب المسابقه وهيخليهم فخورين بيه. ده غير انه طلب من اخته يستلف الدراجه الخاصه بيها عشان يروح مدرسته. وهنا والد بروس طلب منه يركز على الدراسه ويبطل لعب لان علاماته سيئه، ووعده انه لو جاب مجموع كويس هيشتري له دراجه جديده. فبروس حس بسعاده كبيره وودع عائلته. بالفعل بروس انطلق للمدرسه اخيرا، وكل اصدقائه اتفاجئوا لان الدراجات كانت نادره في الوقت ده. وهنا بنقابل بلير شاب انجليزي بيدرس في المدرسه الصينيه اللي بروس بيتعلم فيها، وكان بيتكلم مع زميلته جونز. لكنه اول ما شاف بروس لي حس بالغيره منه لان كل الطلاب بيحبوه وراح عشان يتخانق معاه. بلير الندل اهان بروس لي بشتايم عنصريه، فبروس قال له يرجع انجلترا ويترك الصين. بس فجاه المعلمه ظهرت وفكت القتال ما بينهم، وكان واضح ان هي كمان بتكره بروس لي لانها تركت بلير يمشي في حاله بدون عقاب. بعد فتره قصيره بطوله الرقص بدات اخيرا، واول متسابقين كانوا بلير وصديقته جونز. لكنهم بعد ما خلصوا بروس لي هو وزميلته شاشا ادوا العرض الخاص بيهم، ولان بروس لي لياقته البدنيه عاليه ابهر الحكام بمهارته. اول ما البطوله انتهت بروس اجتمع مع اصدقائه عشان يعرفوا مين اللي فاز بالبطوله، واول ما سمعوا النتيجه بنكتشف ان بروس لي انتصر على بلير واثبت انه افضل منه. حتى جونز كلمت بروس وهو خارج من المدرسه مع اصدقائه وطلبت منه يعلمها حركاته السريه، فبلير حس بالغيره واتخانق معاها لانه بيكره بروس لي. لما المدرسه خلصت بروس ركب على الدراجه مع صديقه العزيز شاو وانطلقوا بطريقهم، لكن شاو قال له ما يعملش مشاكل مع بلير لانه اتدرب على القتال من صغره ويبقى بطل المدارس في الملاكمه. بس بروس لي ما كانش خايف منه وقال لصديقه انه لازم يدافع عن نفسه مهما كان الثمن. بعد ما بروس وصل شاو لبيته كمل في طريقه لوحده، فبلير الندل هو واتباعه استغلوا الفرصه ووقعوه من على الدراجه. ده غير انهم اتلموا عليه زي الكلاب ونزلوا فيه طحن وكسروا دراجه اخته. للاسف بروس لي خسر المعركه مع انه قاتل لحد اخر نفس لانهم كانوا اكتر منه في العدد، وشال الدراجه المتدمره على كتفه لحد ما روح البيت. واول ما والده شافه زعق له لانه متبهدل بشده وكسر الدراجه، لكن بروس رفض يفسر له اللي حصل وصعد لغرفته وهو غضبان. بعد فتره قصيره والده بروس لي قدمت له الاكل وقالت له ان والده عايز مصلحته. وهنا بنعرف من محادثه بروس مع والدته انه كان بيتدرب على الكونج فو وهو صغير، لكن اهله نقلوه للمدرسه دي عشان يبطل قتال ويبقى دكتور او مهندس. بس بروس لي بيحب الكونج فو وعايز يرجع التدريب من جديد، فوالدته فضلت تعيط لحد ما اعتذر لها وقال انه عمره ما هيقاتل اي حد في حياته عشان يهدي اعصابها. تاني يوم الصبح لما بروس كان بيفطر مع اهله والده زعق له وقال انه لو قاتل اي حد من زمايله هيعاقبه بشده، فبروس لي رفض يسمع كلامه وانطلق للمدرسه في صمت. واول ما وصل جمع كل التلاميذ في حلقه كبيره وتحدى بلير لقتال وش لوش عشان يرجع حقه. بالفعل المعركه ما بينهم بدات، ومن الاول بلير سيطر لانه بطل المدارس في رياضه الملاكمه، لكن بروس افتكر مهارات الكونج فو اللي اتعلمها وهو صغير ووجه لخصمه ضربه تحت الحزام وقعته على الارض. في النهايه بروس لي كسب القتال وكل الطلاب حيوه، اما المدرس والمدرسه حضروا وزعقوا ليه على اللي عمله. بعد كده المدرسه قابلت المديره وطلبت منها تكلم والد بروس لانه اصاب بلير بشده ولازم يتعاقب على افعاله. بالوقت ده بروس لي احتفل مع اصدقائه لانه مسك بلير المتنمر هزقه قدام الجميع وقال لهم ان سر فوزه هو استخدام ايديه ورجليه في القتال. بس فجأة صديق بروس بلغه ان والده حضر المدرسة عشان يقابل المديرة وفي مشكلة كبيرة هتحصل. بالفعل والد بروس دخل مكتب المديرة وعرف كل اللي حصل. ده غير ان المدرسة فضلت تهزق بروس لي لانها بتكرهه وقالت انه طالب فاشل ملهوش لازمة. طبعا والد بروس اتصدم وحس بالغضب الشديد لدرجة انه اول ما روح البيت جهز عصا حديدية عشان يضربه بيها، لكن زوجته وقفته عند حده وطلبت منه يتفاهم معاه بهدوء. في الوقت ده صديق بروس لي طلب منه يبات معاه وما يروحش البيت لان والده هيأذيه، لكن بروس ما كانش خايف وكمل بطريقه. واول ما دخل البيت اتفاجئ ان والده عايز يهاجمه باستخدام الحزام، لكن اخوه الكبير واخواته البنات ووالدته ابعدوه عنه. والد بروس كان متضايق لانه ما سمعش كلامه ورجع للقتالات، فبروس لي عرفه انه كان بيدافع عن نفسه وان عمره ما هيسيب حقه لاي
اي شخص مهما كان. ده غير انه قال لوالده واهله على الشتايم العنصريه اللي بلير قالها له، وجري على غرفته من الحزن. فالجميع حسوا بالصدمه وعرفوا ان بروس كان على حق من البدايه لانه دافع عن نفسه. حتى والده طلب من زوجته تطمن عليه وتتاكد انه بخير. اما بروس غضب بشده وهرب من البيت وبدا يضرب في واحده من الاشجار بدون توقف، لحد ما اصدقائه حضروا وقالوا انه لازم يسيطر على نفسه، وعرفوه انهم هيفضلوا جنبه مهما كان الثمن. بعد فتره قصيره بروس لي اصلح الدراجه وكان بيوصل صديقته شاشا، وقال لها ان في حفله بالليل ولازم تيجي معاه. فشاشا وافقت على طلبه في سعاده. بالفعل بروس اخدها وراحوا الحفله، لكنهم اتفاجئوا انها للشباب الانجليز بس وممنوع دخول الصينيين. وهنا بلير الندل ظهر مع اتباعه وهزق شاشا بوقاحه، خلتها تجري وهي بتبكي من الحزن. فبروس قال له انت تعديت حدودك وجه الوقت عشان اعلمك الادب. قبل ما بروس لي يبدا القتال ضد بلير، شاشا رجعت ومعاها 2 من ضباط البوليس. فبروس قال لبلير انت فلتت مني المره دي، لكن المره الجايه مش هرحمك، والقتال اتفك بالنهايه. تاني يوم الصبح بروس لي بهدل غرفته لانه بيلعب بالكتب ومش عايز يذاكر. وهنا والدته طلبت منه يركز في دراسته والا هيبقى شخص فاشل ملهوش لازمه. لكن بروس قال لها ان نفسه يكون معلم كونج فو اسطوري عشان يدافع عن الضعفاء. وفي وسط الكلام ما بين بروس ووالدته بنعرف ان جيمس راجع الصين من جديد. جيمس هو اللي كان بيدرب بروس لي على الكونج فو زمان، لكنه سافر امريكا عشان يتعلم فيها. واول ما نزل من السفينه بروس لي ووالده واخوه رحبوا بيه في سعاده كبيره. جيمس استضاف بروس في بيته والاتنين افتكروا ايام زمان لما كانوا بيتدربوا على الكونج فو مع بعض. لكن اول ما بروس طلب من جيمس يدربه تاني، جيمس قال انه لازم يبقى دكتور او مهندس عشان يكسب فلوس، لانه لو ضيع وقته على الكونج فو هيبقى فقير ومش لاقي ياكل. ومع ذلك بروس لي اصر على رايه وفضل يطلب منه يدربه على القتال، بس جيمس ما وافقش، لكنه وعد بروس انه هيدخله الحفله المخصصه للطلاب الانجليز لان معاه باسبورت امريكي. بالفعل بروس لي وشاشا دخلوا الحفله مع انهم صينيين لان جيمس ساعدهم. اما بلير كان هينفجر من الغضب وطلب من اصدقائه يبلطجوا عليهم. للاسف اتباع بلير حاصروا بروس لي وشاشا، فبروس بدأ بالقتال عشان يدافع عن نفسه. في البدايه بروس لي اتمسك الطحن لانهم كانوا اكتر منه في العدد، لكن جيمس اتعصب بشده ووقف عشان يقاتل بنفسه. جيمس اتصدى للبلطجيه بايد واحده بس واظهر قدراته الخرافيه بالكونج فو لدرجه ان بروس انبهر وما كانش قادر يتكلم. بعد ما جيمس مسح الارض ببلير واتباعه، صاحب المكان ظهر، وهنا جيمس قال انه لازم يخلي المكان عام للجميع مش للانجليز وبس. فصاحب المطعم وافق لان جيمس راجل مهم. في النهايه بروس لي وشاشا وجيمس قعدوا يستريحوا من المشاكل اللي حصلت، وهنا بروس استغل الفرصه وطلب من جيمس يدربه من جديد. فجيمس قال له انت مجرد شاب صغير ما تعرفش حاجه عن الدنيا، ولازم تبقى متعلم عشان تقدر تشتغل وتكسب فلوس، لكن الفنون القتاليه هتخليك فقير وممكن تتصاب وتموت. بس شاشا قطعته وقالت ان بروس دايما بيتعرض للتنمر من البلطجيه في المدرسه ولازم يتعلم الدفاع عن نفسه. ده غير ان بروس لي قال ان الانجليز محتلين الصين من سنين طويله ودايما بيتعدوا على حقوق الغلابه، ولازم يبقى قوي عشان يحمي الضعفاء باي طريقه ممكنه. فجيمس اتصدم من شجاعته وما قدرش يتكلم. اول ما بروس لي روح البيت، جيمس طلب منه يطلع غرفته لانه عايز يتكلم مع والده على انفراد. في البدايه جيمس قال لوالد بروس ان ابنه ذكي وشجاع جدا، ده غير انه بيحب الفنون القتاليه لاقصى الحدود ومستحيل يعيش من غيرها. فوالد بروس استسلم للامر الواقع ووافق انه يتعلم الكونج فو اخيرا. وهنا جيمس قال انه هيدرب بروس لي لمده شهر واحد فقط لانه لازم يرجع امريكا لزوجته المريضه، لكنه قبل ما يسافر هيختار ليه معلم ماهر يدربه بدلا منه. تاني يوم بروس عرف من والده ان جيمس وافق يدربه، واول ما وصل بيته جيمس بدأ يعلمه اساسيات الكونج فو وازاي يستعد للقتال. بس الغريبه ان بروس لي كان ذكي جدا وسريع البديهه لانه فهم كل التفاصيل اللي جيمس علمها ليه بسرعه البرق، ومع الوقت افتكر كل اساسيات الكونج فو اللي اتعلمها وهو صغير وتعلم تقنيات جديده. اما والد بروس ووالدته حسوا بالقلق عليه لانه اهمل الدراسه وعلاماته اصبحت سيئه. بروس كل تفكيره اصبح في تعلم الكونج فو بس، لدرجه ان والده ووالدته لاحظوا انه بيتدرب طول الليل عشان يبقى افضل معلم كونج فو بالتاريخ، وبقى ينام في المدرسه وسط الحصص. لكن اول ما المدرسه اللي بتكرهه حاولت تهزقه بسبب نومه، بروس تجاهلها وخرج من الفصل بدون كلام. بروس لي فقد اهتمامه بالدراسه لانه اخيرا بقى يعمل الحاجه الوحيده اللي بيحبها وهي ممارسه الفنون القتاليه. حتى والده هو كمان اقتنع بيه اخيرا وقال لزوجته ان ابنه هيبقى معلم كونج فو عظيم وما ينفعش
يجبره يبقى مهندس او دكتور غصبا عنه. تاني يوم بروس ركب الدراجة في سعادة لانه كان رايح يتدرب على الكونج فو. وهنا بنعرف ان جيمس انهى اجازته في الصين وكان راجع امريكا من جديد عشان يعيش مع زوجته المريضة. واول ما بروس لي عرف الخبر حس بالحزن الشديد، فجيمس هداه وقال انه هيتدرب معاه على الكونج فو للمرة الاخيرة. بروس لي اتعلم 36 اسلوب قتالي مختلف، ولما كان بيستعرضهم لجيمس وبيراجع كل حاجة اتعلمها منه، فجأة وبدون سابق انذار جيمس اخد شنطته وانطلق للسفر. لكن اول ما بروس انهى تدريباته لاحظ ان معلمه اختفى واخد الدراجة عشان يودعه قبل ما يمشي، بس بدون فايدة. بعد ما جيمس سافر بروس لي دخل في حالة احباط لانه ما بقاش يتدرب على الفنون القتالية. وفي يوم من الايام بروس هو وصديقه شاو راحوا لنادي تدريب الملاكمة بالمدرسة، وهناك بلير كان بيتمرن مع زمايله. واول ما لاحظ بروس لي من بعيد بدأ يهزقه، فبروس اتعصب بشدة وتحداه بشرط انه يستخدم ايديه وبس. للاسف بروس وافق على التحدي، ومن الاول بلير سيطر لانه ملاكم محترف وبروس ما قدرش يتصداله لان اساليب الكونج فو محتاجة استخدام الايد والرجل مع بعض. في النهاية بروس لي خسر واتهان امام الجميع وفضل محبط لعدة ايام بسبب الخسارة المهينة دي. ده غير انه افتكر كل المرات اللي المتنمرين اتبلطجوا عليه فيها. اما والده ووالدته حسوا بالقلق لانه حبس نفسه في الاوضة لمدة اسبوع كامل. وهنا والد بروس قال له انت لسه صغير في السن ولازم تخرج من غرفتك وتعيش حياتك لانك اصبحت زي الميت. فبروس لي اتعصب من كلامه وهرب من البيت على دراجته لحد ما وصل لشجرة وسط الحديقة وفضل يضرب فيها عشان يفرغ غضبه. بس فجأة والده ظهر من جديد وقال له انا عارف انك بتحب الفنون القتالية، عشان كده هخليك تتدرب عند المعلم إب مان، اقوى مقاتل كونج فو بالصين كلها. فبروس لي طار من الفرحة. وده كان ملخص اول حلقتين من مسلسل اسطوري بروس لي. لينك ملخص باقي الحلقات هيكون موجود في شرح الفيديو والكومنت المثبت. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.